هقول لها ايه؟ نقول لها ان هي قلة الادب؟ دمك تقيل. انا كده راضي عن نفسي. مساء الخير، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد من قناة محتاسة، وانا مريم المحتاسة نفسها. الفكرة ان انا عندي غية مش قادرة اتخلص منها، اني لما اشوف فيديو او بوست سجستد، يعني مش عند حد من الفريندز بتوعي، بفتح الكومنتات وممكن اقضي يعني نص ساعة بقرا كومنتات بوست واحد. فدايما بقابل النوعية دي من الكومنتات. خليني بس اقول الاول ان هي مش 100% من الكومنتات بتقول كده طبعا، بس انا النهاردة بتكلم عن الكومنتات دي، فانا هظهر جانب منها، ولكن في كومنتات تانية كتير الحمد لله بتكون حلوة جدا ولطيفة وفيها تشجيع لأصحاب الفيديو أو البوست، بتكون كومنتات إيجابية. خلينا نبص مع بعض على شوية كومنتات. في بوست بيقول ليلى زاهر بتنزل كل يوم صور ولا أروع، وحاطين شوية صور لليلى بأوتفيتس مختلفة. ناس مرتاحة. كل دي فلوس يا جماعة، كل دي فلوس يا بني آدمين، بتودوها فين؟ ناس مرتاحة، ناس مش شايلة الهم. اوكي، في واحد اسمه باهر بيقول اللي عملت وتيجي بعد كام سنة تقولك تم الانفصال وبيني وبينه كل الاحترام، اتجوزته هتطلق هتطلقوا، انتوا فاكرين تفضلوا متجوزين؟ معروفة، كل اللي بيتجوز بيطلق في الاخر. مش لو انت شايفهم بتشوف البوست ليه؟ كلفت نفسك تفتح وتكتب كومنت وتقول لكم على بعض وتكتب يه كتير كده؟ ما كانش له لازمه. لو شايفهم زيح من قدامك حبيبي. غاده بتقول لها ما خلاص يا ليلى انت اتجوزتي، بلاش صور وترندات، شوفي هشام هياكل ايه واطبخي له اكله حلوه من ايديك الحلوين، ولا ما بتعرفيش تطبخي؟ قومي شوفي مطبخك، فهمي بنتك يا ام ليلى. دي مش غاده، اكيد دي طنط غاده، والله عسوله. اوكي، هي بتنصح من وجهه نظرها، يعني انا حاسه ده مش كومنت سيء قوي. هي حاسه ان البنت زي ما تكون بنتها وام ليلى زي ما تكون صاحبتها. لا، فهمي بنتك يا ام ليلى، البنت لازم تطبخ لجوزها، شوفي الراجل ياكل ايه، عيب، اتجوزتي خلاص، بلاش بقى ترندات وتمثيل وظهور كل شويه على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، عيب، خلاص بقينا مدامات. بوست بتاع ان هي سرقه لوحات بتاعت فنانه اجنبيه. احمد بيقول لها واحده بالسلوك ده اكيد في بيتها كده، اكيد في بيتها طبعا بتسرق الطبيخ من الجيران وبتسرق مصروف البيت من خزنه السوبر ماركت اللي تحت، دي حراميه اكيد في بيتها كده. بصمم لوجوهات، تمام ماشي. ده واحد بيصمم لوجوهات. اتذكر عندما شوهت صوره زوجها وابو اولادها. ده تيم السقه ده. كل النساء تنشر انها مسكينه وضحيه، وهو متسلط ومجنون ومغرور، وكأن النساء يعيشن معها. اتضح فيما بعد أن السقا كان ضحية، فهو يعيش مع امرأة كاذبة شريرة مغرورة، وأكثر من هذا هي حرامية سارقة تسرق تعب ومجهود الآخرين. سيدي القاضي، وأكثر من ذلك فهي حرامية وتسرق تعب ومجهود الآخرين، أرجو أن توقع عليها أشد عقوبة. هبة بتقول ارحموها، دي مريضة نفسية، كلامكم ده ممكن يكون سبب لا قدر الله لانتحارها، وكل بني ادم خطاء وكلنا تحت ستر ربنا سبحان الله. انسان عنده فكر كويس. استنى، الموضوع ما خلصش. في حد بيربلاي عليها بيقول لها وما كانتش مريضة لما دخلت ابو ولادها الاقسام بلا 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 كلام كتير قوي. بنت الحلاق بعد عشرة عمر 26 سنة قالت وكأنها عايشة مع وحش مفترس بلطجي، منها لله هي ومأجورها. دي تحس ان هي مامة السقا او اخته، قاعدة محروقة من الست مها، منها لله، اكلة واكلة شاربة نايمة عاملة 26 سنة، وتقولك في الاخر متجوزة مونستر. دي فاتن، اكيد فاتن السقا.
في فيديو احمد السقا مع احمد فهمي عشان الفيلم بتاعهم الجديد، في كومنت بيقول امال مها خرجت وطفشت من الجمال والادب والاخلاق ليه؟ اسال نفسك، في ناس لا يمكن تتعاشر قدام الناس شكل وفي البيت شكل اخرى. زهره دي عايشه معاهم اصلا، هو السقا ومها وزهره عايشين مع بعض، فهي زهره عارفه طبعا السقا في بيته عامل ازاي. اكيد الرجال ببيته شي ومع مرته شي ومع الناس اللي بره شي. هو في بيته مع مرته شي ومع الناس اللي بره شي. في كتير رجال ضحكتها برات البيت شبر. احنا عندنا هنا بنقولوا بوزه شبر وشبرين، هي اول مره اسمع مصطلح ضحكته شبر، حلو برضو. ضحكتها برات البيت شبر وجوه البيت بيكون ضارب بوز لعند الله. استغفر الله، هي قالت استغفر الله. ماستر احمد بيقول لها اكيد زوجته السبب. فاما بقى مش طايقه نفسها بقى، فطلعت فيه ما صدقت، قالت له عيني انتوا الرجال روح قلبكم الفتنه، ما تحبوا تنضبوا. مش عارفه يعني ايه تحبوا، يعني تقريبا ما بتحبوش تتغلبوا وتحبوا تكونوا فايزين دايما، حاجه كده مش عارفه. وبكل بجاحه بتحطوا الحق على مره. حد بيقول له ما انت اتربيت في بيت، في حد تاني بيقولوا الاتنين اتنح من بعض. ما انا برضو مش فاهمه، يعني انت شفت فيديو جالك كده سجستد يا سيدي، انت ما رحتش الفيديو ده لحد عنده فيسبوك، منه لله الالجوريزم بتاعه حس كده انك حاجه زي دي ممكن تعجبك، راح جايبها لك، ما عجبتكش باشا سكرول زيح على فوق، ما يهمكش، شوف غيره، شوف اللي انت مهتم بيه. في فيديو هنا بقى بسنت شوقي لابسه فستان في فرح، مش عارفه واحده تانية من الممثلين تقريبا، فستان مكشوف طبعا، فالناس طبعا النخوه بتاعتهم بتبقى مش قادرين يشوفوا حاجه زي كده ويسكتوا. بعد ما بيروحوا يمثل عليها بيضايقوا بقى من الموضوع ويشتموها. محمد بيقول امال في البيت بيلبسوا ايه؟ يعني بصراحه كان احسن لهم يتقفل عليهم البيت، لكن طالعين بره البيت عريانين، استغفر الله العظيم. ما يطلقها، دي حتى مش بتخلف، يعني ملهاش لازمه، دي صفاء، يعني ست زيها. لو متجوزه راجل ما كانش سابها تنزل من البيت كده. ست غلطت، احنا مش بنلومها، احنا بنلوم الراجل اللي متجوزها، او اخوها او ابوها، ابن عمها لو ما فيش خالص، جارها، يعني بواب العماره، نتصرف. المهم نشوف راجل نلومه. زكي مع اياد نصار في برنامج قعده رجاله، ده كان من سنين كتير يعني، متهيألي كانوا بيطلعوا يقولوا اراء مخالفه للست ويستفزوها. الاتنين بهايم، واحده قاعده بتاكل زي الجاموسه اما تاكل وتحلبها، والتاني زي البغل بيقول اي كلام وخلاص مش عارف ايه. في حد برضو بيقول احمد حلمي فين، فواحد تاني بيريبلاي عليه بقى بيقول له بيروق البيت، وحد تاني بيقول له ها في المطبخ. مش ممكن، انا بموت من الضحك. في بوست عن منى شلبي ومسلسل ليه لأ، كان مسلسل تحفه حقيقي جميل جدا. يا ريت تتخني شويه وترجعي زي الاول، من ساعه ما خسيتي ونشفتي بصراحه ده اخد من جمالك حبه. عصام كان بيحبها وهي تخنانه زي زمان. في حد اسمه مصطفى بدران منزل فيديو مبسوط يعني، ومشغل اغنيه لعمرو دياب من الالبوم الجديد، عشان هو اللي عامل الاغنيه دي لعمرو، تقريبا هو اللي كاتبها او ملحنها مش عارفه. اسمه مصطفى بدران. مين اللي ضحك عليك وفهمك كده؟ اغانيك دايما اقل اغاني في البوم عمرو، وبتجاوزها دايما في السمع وانا بسمع الالبوم ده. مصطفى، طب انت ليه يعني رايح تنكد عليه؟ واحد فرحان انه عمل اغنيه لعمرو دياب، بس دي حاجه مش قليله فعلا، دي حاجه مش قليله فعلا. تخيل ان انت شاعر اغاني عاميه ووصلت انك الاغنيه اللي انت كاتبها عمرو دياب يغنيها وينزلها في البوم، سواء حبيت عمرو دياب او ما حبيتهوش. لو انت بتحبش عمرو دياب بتحب تامر حسني، تخيل ان تامر حسني، تخيل محمد منير اللي عملها، تخيل ويجز لا ويجز نفسه، ايا كان، تخيل الميجا ستار اللي انت بتحبه، تخيل حماقي اللي عملها، تخيل هشام عباس. شوف انت بتحب مين بالله عليك، شوف انت بتحب مين وتخيل ان هو عملها، تخيل هتكون مبسوط قد ايه. لا انت اغنيتك ضعيفه جدا، انت فاكر نفسك ان انت جامد. بتجاوزها دايما في السمع وانا بسمع الالبوم. انا اجي عند اغنيه مصطفى بدران اقول دي وحشه جدا. يا عم ما يعرفش شكلك اصلا، ليه اخد اغنيه بتاعته؟ انت شكلك حرقان. هو عمرو دياب بيشتغل مع سرسجيه دلوقتي؟
اي حاجه احنا عايزين نقلل منه وخلاص. يلا يا رجاله، هو عمرو دياب بيشتغل مع سرسجيه دلوقتي؟ لا لا لا. استفدت ايه؟ استفدت ايه لما واحد منهم يعمل في نفسه حاجه ولا يأذي نفسه؟ ولا لان ده حصل بالفعل يعني. ده حصل ناس انتحرت وناس اذت نفسها بسبب كومنتات، سواء على السوشيال ميديا او فيس تو فيس. التنمر والتقليل من الاخرين بشكل عام حاجه زفت جدا يعني، حاجه مؤذيه لابعد مدى، وهي اسهل حاجه ليك. انت الموضوع سهل قوي بالنسبه لك، الكلمه طلعت من بقك وانت بقى ايه، نايم بقى بالليل بقى مرتاح الضمير. ياه، انا النهارده عقدت 5 تنفار وخليت 3 يعيطوا و2 تروماتايزد. لو في راجل في بيتك ما كنتيش تطلعي في الفيديو كده. في واحد مش من المشاهير اهوت اسمه بيشوي حاجه، في فيديو وهو بيعمل تورته او اكل كده، في حد بيقول له تحس ان بيلبس اولويز. ده انت عملت 20 غلطه في 4 كلمات. في فيديو ويزو بتاعت مسرح مصر، فيديو اول ظهور ليها بعد خساره وزنها. روز فلاور بتقول المقشفه دي نجمه ازاي؟ روز فلاور، شوف الرقه، المقشفه دي نجمه ازاي؟ عبده بيقول جهنم الحمراء. هو خلاص يا جماعه جاب النتيجه من الكنترول. هاله بتقول هي كده خست. شوفي يا ويزو، مجهوداتك في الخسسان راحت في الارض. مدام هاله مش شايفاكي خسيتي تبقى كل ده على الفاضي. اتمنى الحلقه دي ما تكونش تقيله على قلبكم. هي بصراحه كانت تقيله على قلبي يعني انا اتضايقت وانا بجهز للحلقه، انا اتضايقت وانا بقرا الكومنتات تاني اتضايقت، عشان مش لطيف ومش حاجه صعبه ان الانسان يبطلها. حاجه سهل انك تعملها وسهل انك ما تعملهاش برضو، او هي اسهل انك ما تعملهاش اصلا. فمش عارفه ليه ناس قاعده ممدده في السرير مش جاي لها نوم، ولا قاعده بتلعب في مناخيرها، ولا قاعدين في الحمام عندهم امساك وماسكين الموبايل وتك تك تك. اسهل حاجه عندهم ان هم يكتبوا كلام مش فارق معاهم ايه اللي ممكن يترتب على الكلام ده. نسيت اقول لكم حاجه انا محرجه منها قوي. انا لقيت كومنت ليا من 6 سنين على اعلان اندومي، كان اعلان تحت السلم قوي كده، عباره عن مكالمه بين 2 ستات. عامله ايه يا نهى، عامله ايه يا مها، مش عارفه ايه، لا ده انا هاكل اندومي مع عيالي، بلاش اندومي دي مضره، لا يا اختي انت بتصدقي الخرافات دي مش مضره، دي مغذيه جدا، يا سلام، لا اقفلي بقى احسن اروح اكل اندومي انا كمان انا وعيالي كده يعني. فانا كاتبه كومنت بقول يعني 2 اسوأ من بعض في التمثيل. انا اسفه انا اسفه. انا ايه اللي رجعني لكومنت من 6 سنين انا مش فاكره اني كتبته اصلا، ولولا ان اسمي مكتوب كده والكومنت بتاعي وجالي نوتيفيكيشن انه جالي ريبلاي عليه النهارده جالي ريبلاي على الكومنت اللي انا كتبته من 6 سنين بجمله انا حطاها كفر في البروفايل بتاعي، بقول كل الاوقات مناسبه لقول شيء لطيف. حد عمل لي ريبلاي احرجني وقال لي الكفر بتاعي بيقول ايه. عنده حق بصراحه. اوكي، لما بشوف كلامي القديم وتصرفاتي القديمه ما ببقاش متضايقه قوي من تصرفات الناس دلوقتي، بيبقى عندي امل انه الانسان بيتطور وبيتحسن وبيتأدب وبيتعلم طول الوقت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب الانسان يكون احسن من الاول. وانا اكيد دلوقتي بعمل حاجات برضو سيئه بس انا معرفش انها سيئه، وقدام باذن الله ابقى احسن. اشوفكم على خير في فيديو جديد الاسبوع الجاي ان شاء الله. لو عجبكم الحوسه اللي انا فيها، انا متعوده اقول كده في اخر كل فيديو بس انا مش محتاجه الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو وحابين تشجعوني ان انا اكمل، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس،
واكتبوا لي كومنت عشان انا بحب الكومنتات قوي. باي. شكلك زي القرف.